اهلا بيكم متابعيني الكرام، والحلقه ال25 من مسلسل ايش. تبتدي احداث الحلقه لما لبنى بتروح لاخلاص كابوريا، فبيقول لك اخلاص بتقول لها انت عايزه ايه مننا؟ مش هنخلص بقى من الموال ده كله؟ انت عايزه ايه مننا؟ وبعدين ايش مش هنا. قالت لها انا مش جايه الايش، انا مش جايه لك انت اخلاص كابوريا. قالت لها جايه لي ليه؟ ليه يعني في ايه؟ قالت لها ممكن ادخل. بعد كده بتدخل وبتقول لها في ايه؟ انت عايزه ايه؟ احنا مش هنخلص منكم بقى، احنا خلاص قطعنا اللي عن الوصل اللي بيننا، وعايزين ننهي المواضيع اللي بيننا دي كلها، ومش عايزين منكم لا خير ولا شر. فبتقول لها انا جايلك يا اخلاص، انت مش كان ليكي بنت وكنت متجوزه فرج الجريتلي وكان ليكي بنت ومنه؟ قالت لها ايوه وماتت خلاص. قالت لها ايوه يا ستي، انت عايزه ايه بقى؟ انت جايه تقلبي علينا المواجع، ما تقولي انت عايزه ايه وتخلصينا. فبتقول لها انا بنتك اللي ماتت. فبتقول لها ازاي؟ قالت لها هم ضحكوا عليكي وانا ما متش اصلا وانا موجوده، بس هو ضحك عليكي في راجل جه وزور شهاده الميلاد بتاعتي وكتبني باسم امي غير امي، بس انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. قالت لها مش عارفه تعملي ايه ازاي؟ انت تفضلي في حضني مش تخرجي منه ابدا، هو كفايه عليك كده وكفايه ضحك عليا سنين وسنين حرمني منك كتير، فلازم تفضلي معايا. فبتقول لها انا اللي هفضل في حضنك ولا في حضن؟ انا هفضل في حضن جوزي لان انا ست متجوزه. بعد كده بتحضن عليها وبيعيطوا شويه وبعد كده بتمشي. فبتقول لها خليكي ما تمشيش. فبتقول لها هجيلك تاني هجيلك تاني. وهي خارجه بتقابل ايش وبتبص لبعضها بتقول لها انت قلت لها؟ بتقول لها ايوه. بعد كده بتدخل ايش بتقول لها انت كنت عارفه اختك رجعت ويعيطوا شويه مع بعض وتقول لها ولا يهمك يما دي كل حاجه هتبقى كويسه. بعد كده بنيجي عند شاديه، بتكون قاعده هي ومختار وفاتن. وفاتن بتقول لها لو شفتي بقى مختار وهو بيضحك على بيمثل على لبنى وبيقول لها ان هي والحب والتمثيل داخل عليها بالدور اللي هو داخل عليه ده، ما تقوليش ان هو خالص. بعد كده بيجي راجب الجريتلي ويدخل وبيقول له مختار تعالى انا عايزك، وبياخده ويدخلوا وبيقول له انت عارف ان انا حبيتك قوي وان انا ربيتك وتربيتك ما كانتش سهله، كانت صعبه، بس انا اعتبرتك ابني اللي انا خلفته، مش ابن حد تاني. بيقول له انت بتقول لي كده؟ بيقول له انا رجب بيقول له انا رديت ايش. فلسه بيكمل وبيقول له كلمه صباح الخير، فمختار على طول بيقطعه وبيقول له مش محتاج توصيني، ولو انت محتاج ان انا امشي من البيت انا هعمل كده. فالمعلم رجب بيقول له لا طبعا، انت في بيتك وفي شغلك، بس ايش بالنسبه لك تبقى هوا. فمختار بيقول له خلاص يا حاج، ده حوار قديم ومات، ما تقلقش من اي حاجه وربنا يفرحك يا رب. بعدها بقى بنروح لنصة اللي قدر يعرف مين اللي بعت الرجاله علشان تضرب ايش وتخليها تسقط، وعرف بقى من واحد انها تبقى لبنى هي اللي اتفقت مع الرجاله وبعتتهم. وبيسالها وبيقولها انتي حسيتي بايه لما عرفتي انها اختك؟ فايش بتقوله انا ما حسيتش باي حاجه، وبتقوله انا لما عرفت دلوقتي ان هي اللي بعتتهم ما حسيتش باي حاجه خالص ليها اكتر. بعد كده بنروح عند بوشكاش وهو في الكباريه بتاعه وقاعد يرقص مع الرقاصه وبتجيله شاديه وبتحذره وبتقول له انا عايزاك، انت عرفت ان لبنى بنت فرج الجريتلي هي بنت اخلاص وهي اصلا ما ماتتش، وفرج اللي كان مخبيها عنه ومغير اسمها. وبتقول له انا عايزاك تبعد عنهم خالص، وتقول لهم ان هم يبعدوا عنها خالص ولا كانهم يعرفوها وما لهمش دعوه بينا، احنا قفلنا السكه دي خالص بدل ما هم عارفين ايه اللي هيحصل لهم. فبقول لها بكام؟ قالت له ب10,000. قال لها لا انا اقل حاجه 50,000 جنيه. فبتقول له تمام هبعت لك ال50,000 جنيه مع حد من اللي شغال عندنا، بس تنسى الحوار ده خالص. بعد كده بيروح لهم بوشكاش وبيقول لهم، فبتردوه وبيقول له انت جبلتك ايه؟ انت ما بتحسش خالص، احنا مش عايزين نعرف عنك اي حاجه خالص. بعد كده اخلاص بتروح لفرج الجريتلي وبتقول له حرام عليك، انت ما عندكش قلب، انت ما بتحسش، انت عملت فيا كده ليه؟ حتى لو بتكرهني ليه تخبي بنتي عني؟ قال لها انا بخبيها علشان ما تطلعش على زيك. قالت له طب ما هي حميده ما كانتش كويسه وكانت ركلام وانت عارف كده كويس. قال لها بس ما كانش الناس تعرف، لكن الناس كلها عارفه ان انت رقاصه وكمان كنت في السجن. وبتقعد تحاسبن عليه وتقول له حسب الله ونعم الوكيل فيك. وبعد كده بتمشي. في الوقت ده رجب بيكلم ايش وبيقول لها يلا تعالي انا هبعت لك السواق. فبتقول له لا استنى عشان لسه ما حدش يعرف ان انت رجعتني. هو بيكلمها فبتدخل عليه اخلاص وبتقول له انت ليه عملتوا كده؟ انتوا ما عندكوش احساس، انتوا ما بتحسوش، انتوا ما فيش عندكم قلب، حرام عليكم، انا لسه جايه من عند اخوك ما شفتش حتى في ذره ندم ولا في عيونه ولا حتى احساس بالذنب، انتوا ايه؟ انتوا ما بتحسوش. بقول لها خلاص يا اخلاص الحوار ده انتهى واللي حصل حصل ومش هيرجع تاني، وكل ده انا مش عايز اعمل اي حاجه ولا ازعلك مني علشان خاطر ايش وانا رديتها عشان تبقى عارف. فبتروح بقى لها اخلاص وبتجري عليها، بتدخل بتنادي عليها صفاء وتيسير فمحد ما بتردش عليها، وبتجري على ايش بتقول لها هو رجب ردك؟ فبتقول لها ايوه. بتقول لها وانت موافقه؟ قالت لها اه. قالت لها ليه؟ احنا مش كنا خلاص خلصنا من الحوار ده وما صدقنا؟ قالت لها غصب عني، القلب وما يريد، انا بحبه. فبتقول لها ما انت كنت حبيتي مختار؟ قالت لها لا مختار ده ناقص مش زي رجب، لكن رجب دي حاجه تانية عمره ما شفت منه حاجه وحشه. بعد كده بنيجي
بعد كده بنيجي عند مختار وهو قاعد مع لبنى، فبتقول له مالك يا مختار، وهو قاعد يفكر وسرحان، فبقول لها ما فيش، فبتقول له ما تقول لي انت مالك، فبقول لها انت ما تعرفيش تسكتي خالص، انا عايزه ارجع البيت بتاعي، فبتقول له ليه يعني، فبقول لها من غير ليه، انت ما تعرفيش تقولي حاضر وخلاص، بتقول له لا مش بسأل، مش من حقي ان انا اعرف ليه انت عايز تمشي من. قال لها ابويا رجع ايش؟ قالت له رجعها ازاي يعني، انا نفسي اعرف هي عامله له ايه. قال لها حبها. قالت له ازاي يعني، نفسي اعرف بتعمل له ايه. قال لها حتى لو بتمثل عليه، بس هي بتعرف تشوفه هو عاوز ايه وبتخليه سعيد. قالت له طب ما تقول لي هي كانت بتعمل معاك ايه ومعاه قبل كده، مش انت مجرب وعارف. قال لها ولا اقول لك ما تجيبها تعلمني يا مختار. قال لها مش هتقدري يا لبنى، دي حاجه ما تعرفوهاش، لان الحاجه دي تبع القلوب، وللاسف إخلاص كابوريا عرفت تلون القلوب للناس تعيش سعيدة، لكن الجريتلية بيخلوها سواد. بعد كده بتروح تقابل إيش، وإيش بتقول لها أنت اللي سقطتيني، وبتخلص الحلقة على هنا. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة أول مرة تشوفها، وانتظروني في حلقة جديدة من مسلسل إيش. سلام.